السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة وصفات أم عاد جزائرية. إن شاء الله تكونوا لاباس تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الدجاج البرازيلي اللي راهو مداير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي ومداير ضجة كبيرة كيما راكم تشوفوا هاد اليامات. الدجاج المستورد بزاف نظيف ونقي كيما راكم تلاحظوا. أنا جبت هاد الدجاجة هادي توزن كيلو ونص كيما راكم تلاحظوا. فتحتها شميت فيها ريحة الغربة، الله الله، ولقيتها نظيفة تشعل، يعني ما تحتاجش يعني التنقية بزاف لأنها راهي فارغة من الأحشاء كيما راكم تلاحظوا. بالنسبة لهذه الدجاجة هذه راني شوطتها غير تشويطة خفيفة فقط، وراح نحيل هذيك القطعة اللي تجي فوق المقدار نتاع الدجاجة، وراح بيان سور راح نزيدو نحيو هذوك الزوائد نتاع الأجنحة اللي موالفين نحيوهم في الدجاج كامل كيما راكم تلاحظوا. التشويطه راني شوطها حاجه خفيفه فقط، يعني بالشانيمو من الفوق هكذا باش نتاكدوا بلي الشعر نتاع هذاك الرقيق راهو تحرق، يعني هي ما فيها لا شعر لا حتى حاجه. اذا هنا باش نقيو الدجاجه نتاعنا نغسلوها ونعقموها، حطيت الماء شويه خل وشويه ايضا نتاع الملح حوالي ملعقه كبيره، وراح نغسلها نقيها شويه هكذا باش تتعقم لي الدجاجه نتاعي هكذا كيما راكم تشوفوا مليح، يعني نغسلها ونقطرها. ونعاود هنايا بيان سور نحط ايضا الماء نضيف ونقي، ونعاودو ايضا نشلو الدجاجه نتاعنا. شوفوا ما شاء الله بزاف نقيه ونظيفه ولا اروع. هنا راح نوجدوا التتبيله نتاعها. حطيت راس نتاع الثوم حبيبات يعني مقشرين، حطيت ملعقه نتاع الكركم الحلو، نص ملعقه نتاع الحار كركم الحار، شويه عكري، شويه كزبر، شويه نتاع توابل خاصه بالدجاج يعني نطهيو بهم الدجاج، شويه ملح كما راكم تشوفوا، ملعقه كبيره نتاع الخل الابيض، وعصره نتاع الليمون. نزيدو هنايا ملعقه صغيره نتاع العسل، انا درت العسل الحر راح يعطينا واحد النكهه طيبه وطعم ايضا رائع. ونزيدو نديرو نصف كاس نتاع الماء، وراح نميكسي كلش مع بعض هكذا باش نحصلوا على هذه التتبيله ما شاء الله تشهي ريحتها ولا اروع. حطيت انا لا ريسيبيون كيما راكم تلاحظوا. نزيدو نحط عليها 2 ملاعق كبيره نتاع زبده ذايبه وملعقه نتاع الزيت، هكذا نخلطوا هذيك التتبيله بيان كيما راكم تشوفوا. اذا في هذه المرحله راح نحط الدجاجه نتاعي. هنا لبست ليغون عاود شلته مليح هكذا من الفوق باش نتاكدوا ديك الغبره هذيك تنحات تاع ليغون باش نخدموا خدمه نقيه ونظيفه. هنا الدجاجه تاعي راهي تتبل لي في التوابل. عندي شويه نتاع الرز راني غليته في الماء هكذا يعني نص طياب وقطرته مليح نشفته، وهنا راح نحط عليه شويه نتاع التتبيله. اذا هنا بعد ما تشربت لي الدجاجه هذوك التوابل نحطها هنايا كما راكم تشوفوا في الصينيه زجاجيه باش ندخلوها الفرن ونحشيوها هكذا بكميه نتاع الرز مليح لداخل هكذا. الرز هذا كي كنا تبلناه بشويه نتاع التتبيله. هنا راح نفتحوا هكذا على الجنب تاع الدجاجه وندخلوا هذوك الكويس هكذا باش ما تفتحليش اثناء الطهي. اذا هنا راح نثقبها مليح هكذا بالسكين باش يدخلوا لي هذوك التوابل وتجي بنينه هايله ما شاء الله ولا اروع. باقي نتاع التتبيله هكذا راح نزيد نتبل الدجاجه تاعي، وراح نزيد نضيف عليها شويه نتاع الماء هكذا باش طيب لي بيان مليح في الفرن. هنا عندي بابي كويسون غسلته وعصرته بيان هكذا باش نغطيو به. هنا زدت درتو بابي الومنيوم ونحطها تطيب لي مليح في الفرن. اذا هنا بعد ما طابت لي مليح في الفرن نحيت بابي كويسون بابي الومنيوم وحطيت الدجاجه نتاعي تشوات يعني تحمرت لي، خذات لي اللون الذهبي من الفوق يعني تحمرت لي بيان، وزدت قلبتها ثاني تحمرتها بيان مليح. شوفوا ما شاء الله راح نقسم معاكم. شوفوا يعني طابت زبده ما شاء الله. بالنسبه للوقت راهي استغرقت لي ساعه و45 دقيقه فقط. الدجاجه تاعي راهي توزن كيلو 500 غرام يعني كيلو ونص. شوفوا طابت لي زبده ما شاء الله، والبنه ولا اروع بزاف بنينه تهبل وطيبه ما شاء الله. يعني تجربوها يا البنات بطريقتي راح تشكروني بزاف فيها. اذا دمتم لي اصدقاء واوفياء، تلقاو في فيديوهات جديده مع وصفات ام عاد جزائريه. اترككم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.